رسميا القوات الجوية المصرية استلمت الدفعة الأولى من المقاتلات الحربية الصينية جي 10 سي إي اللي بتعتبر من الجيل الرابع المتقدم، واستلمت مصر منهم 44 مقاتلة. الطيارة دي عندها قدرات ضرب صاروخية بعيدة المدى بتوصل لأكتر من 300 كيلومتر، يعني الطيارة دي ممكن تبقى واقفة في الإسماعيلية وتصيب أهداف موجودة في تل أبيب. المقاتلة الصينية دي هتحل بالتدريج كده محل الطيارة الاف 16 الأمريكية. الطيارة الاف 16 اللي هي بتعتبر العمود الفقري لسلاح الجو المصري. مصر عندها من الطيارة دي حوالي أكتر من 220 طيارة. كنا طلبنا كتير من أمريكا تطوير الأسطول بتاعنا وتوصله لمعيار الفايبر، لكنهم كانوا بيرفضوا، وده بسبب ضغط اللوبي الصهيوني في الكونجرس. عشان كده الجيش المصري توجه للسوق الصيني وجاب البديل للاف 16 والاف 35. بس خد بالك الصفقة دي تضايق أمريكا جدا، والبنتاجون هيقلب الدنيا هناك. هو كان بيديك مقاتلات عارف تمامها وعارف اخرك فين وبيفتش عليها كل فتره. دلوقتي انت بتاخد مقاتلات تانية من الصين متفوقه على المقاتلات الاسرائيليه والمقاتلات الامريكيه، وهم حتى مش عارفوا يفتشوا عليها.